رحتوا معرض الكتاب او لسه مترددين تروحوا ولا لا؟ في الفيديو ده تعالوا اوريكم مشترياتي من الكتب، يمكن احمسكم تروحوا شويه. معرض القاهره للكتاب 2023 بدا يوم 25 يناير وهينتهي يوم 6 فبراير. ناس كتير اعرفها قررت ان هي مش هتروح المعرض السنه دي علشان غلاء الاسعار، ولكن بالنسبه لي انا شايفه ان دي فرصه ما ينفعش تتفوت، وده حدث ما ينفعش يتفوت، وان في طرق ان احنا نعرف نلتف بيها على غلاء الاسعار ده، زي طبعا اننا نشتري الكتب المستعمله من مكتبات سور الازبكيه، او ان احنا ننزل مع حد بيشاركنا نفس قائمه القراءه فبنقدر نتبادل الكتب بينا وبين بعض، وان احنا نستفيد من الخصومات الموجوده في دور النشر الحكوميه او حتى دور النشر الخاص. بشكل شخصي انا المعرض ده منزلتش بقائمه قراءه ولا بقائمه مشتريات ولا اي حاجه، وده راجع لان انا حاليا مشتركه على تطبيق ابجد. تطبيق ابجد عليه مكتبه كبيره جدا من الكتب، فده بيخليني مش عايزه اشتري كتب زي الاول، بالعكس اللي بيقول طب ايه اللي بيخليني اروح اشتري كتب في حين الكتب كلها موجوده عندي على مكان واحد على التابلت. وقررت المعرض ده ان انا هسيب نفسي للتيار. تعالوا اوريكم انا عملت ايه. خلونا نبتدي بالكتب الانجليزيه. اول روايه انجليزيه جبتها هي ديد سولز لنيكولاي جوجل. الطبعه دي جبتها من مكتبات الازبكيه. بصراحه انا شايفاها طبعه حلوه قوي من جوه، الخط فيها واضح وكمان كل حاجه فيها واضحه وجميله، والنسخه ما يبانش ان هي مستعمله ولا اي حاجه، اللي مخليني احس ان هي نسخه قيمه شويه ان هي مطبوعه في موسكو. مش متاكده من مدى صحه هذه المعلومه، ولكن بشكل شخصي انا حابه اعرف جدا عن الادب الروسي وحابه اقرا فيه زياده عن الوقت الحالي. ناس كتير قالت لي ان نيكولاي جوجل هو المدخل المناسب للموضوع ده، وخصوصا الروايه دي ديد سولز ناس كتير بتقول ان هي المعبر المثالي للادب الروسي في القرن ال19 اللي كان فيه باي ذا واي ليو تولستوي كمان. فباختصار انا حابه اتعرف على الادب الروسي وشايفه ان دي هتكون بدايه كويسه. تاني حاجه اشتريتها هي داتا اوف سيلزمان لارثر ميلر. ارثر ميلر كنت قرات له روايه ستونر، عملت عنها ريفيو من قريب، هحط لكم اللينك بتاعه فوق هنا او هنا، مش عارفه اللينك بيظهر فين بالظبط. ودي مسرحيه كتبها قبل روايه ستونر. انا عمري ما قرات مسرحيات قبل كده، دي هتكون تجربه جديده عليا تماما ان انا اقرا حاجه تانية لروايه انا حبيته وكمان اقرا له مسرحيه. زي ما انا حاسه كده هتكون تجربه جديده واتمنى ان هي تكون تجربه حلوه. من مركز الاهرام اشتريت داون اند اوت ان باريس اند لندن، او متشردا في باريس ولندن، لجورج اورويل. جورج اورويل ساب بلده الام، راح عاش في لندن وفي باريس وعاش حياه فقر مدقع. هنا بيحكي عن تجربته الشخصيه مع الفقر، وبيحكيها بشكل ما فيهوش اي نوع من انواع الشفقه على الذات، بالعكس فيها نوع من انواع السخريه. فانا بحب الطريقه دي من الكتابه عن الذات ومتحمسه بصراحه اعرف ايه الكلام هنا. نروح بقى للكتب الروائيه العربيه. اول حاجه جبتها كانت نساء الكارانتينا لنائل الطوخي. نساء الكارانتينا تم ترشيحها ليا كتير جدا، وللاسف هي كانت مختفيه من السوق وكان تم التوقف عن طباعتها، ولكن دار الكارما اصدرت اعاده طبع ليها. ومش متاكده ان كانت روايه نساء الكارانتينا روايه ديستوبيا ولا لا، بس من البحث اللي انا عملته عنها اللي انا فهمته ان الروايه بتبتدي بالحديث عن سنه في المستقبل حوالي 2060 او حاجه زي كده، بعدين بيرجع للزمن تاني ل 2006. فده اللي مخليني استشعر ان في ديستوبيا ما ممكن يكون موجوده في الروايه. ولكن باختصار الكلام اللي انا سمعته عن الروايه دي كان مبشر جدا. نروح لدار المدى، وبصراحه هناك في بنت اسمها بسنت. البنت عرفتني وانا حقيقي بشكرها على الهديه الكريمه اللي هي ادتها لي. ادتني مجموعه كتب من هناك ورشحت لي كتب فعلا انا تحمست ليها. خلينا نبتدي باول كتاب، لا يسكن الناس لجان بول دوبوا. هي قالت لي ان الروايه دي روايه كئيبه، وانا بشكل شخصي بحب الكتابات الكئيبه جدا، معرفش ليه. فده كان من ضمن ترشيحات بسنت، هي والكتاب اللي جاي مدن لا مرئيه لايتالو كالفينو. ده كان برضو من ضمن ترشيحات بسنت، ومن الناس اللي انا عمري ما سمعت عنهم قبل كده، ولكن سمعت بعد بحث كده ان ايتالو كالفينو من الناس اللي كتاباتهم ساحره وسهله وسلسه وجميله كده وخفيفه. في الروايه دي بيتناول الشرق بشكل ما، وعندي فضول اعرف هل هيتناوله بالشكل بالستيريوتايبنج المتعارف عنه ولا بشكل مختلف. فيعني خلينا نشوف. وكمان عمرو عزت اهداني الثلاث كتب من اصدارات مشروع وزيز للنشر. الثلاثه اولهم العوده الى اخر الحاره، مختارات الصدفه، واخيرا عما نتحدث حين نتحدث عن الصداقه لبلال علاء. بشكل شخصي انا متحمسه لتاني تجربه روائيه لبلال علاء، وحابه اعرف هو هيكتب ايه، لان انا بحب كتابات بلال علاء، شايفاها شاعريه ورقيقه جدا. وحابه اشكر عمرو عزت جدا على الهديه دي، وكمان على مشروع وزيز عموما
الكل. كنت اتكلمت عن مشروع وزيز عندي على الانستجرام، بس خليني اتكلم عنه سريعا هنا. مشروع وزيز بيقوم على تشجيع الكتابة التجريبية والتجريب في طرق النشر والتوزيع وكمان التسويق. انما بقى لو عايزين تعرفوا يعني ايه كلمة وزيز اصلا، فياريت تروحوا تشوفوا الريل على الانستجرام. رواية دنقلة او دنقلة، مش عارفة هي بتتنطق ازاي الحقيقة، لإدريس علي. دي من مختارات الكارما. مختارات الكارما حقيقي كانت مجموعة مميزة جدا، كل الاصدارات فيها كانت مميزة وحلوة جدا. والرواية دي حقيقة فريدة جدا من نوعها بالنسبة لي، وبتتناول موضوع انا ما اعرفش عنه كتير وما قرأتش عنه قبل كده. بتتكلم عن النوبة، وكمان تحديدا عن اهالي النوبة وقت التهجير وقت بناء السد العالي، وبتظهر ظروفهم ومعاناتهم وكل اللي مروا بيه وقتها. متوقعة ان الرواية دي هتكون تجربة فريدة جدا من نوعها بالنسبة لي، وكمان هتكون مسلية وخفيفة، خصوصا زي ما انتم شايفين حجمها مش كبير خالص. واخر حاجة في الكتب الروائية، اشتريت حوالي 5 كتب لنجيب محفوظ من اصدار مكتبة مصر، دي اللي هي الطبعات القديمة قبل طبعات دار الشروق. جبتهم من مكتبات الأزبكية. اول رواية الشحات، تاني رواية المرايا، حكايات حارتنا، قشتمر، والطريق. يعني انا بحب نجيب محفوظ جدا، وكنت حابة اشتري النسخ الجديدة بتاعته عن اصدار دار ديوان، ولكن لقيت النسخ القديمة. انا حقيقي بحب النسخ القديمة والرسومات اللي بتكون عليها، بحس ان هي معبرة جدا عن محتوى الكتاب، فانا متحمسه ليها، متحمسه اكتر لتجميع اعمال نجيب محفوظ عندي. خلونا بقى نروح لاخر جزء، وهو الكتب غير الروائيه. اول كتاب غير روائي جبته هو مسار الازرق الحزين لعلاء خالد. علاء خالد هو شاعر مصري بيمر بتجربه طبيه المفروض ان هي كانت تبقى بسيطه وخفيفه وما يحصلش فيها اي حاجه، ولكن حصل له خطأ طبي ما ادى لان هو يتحول لبين الحياه والموت. فهنا بيحكي علاء خالد عن التجربه دي وعن تجربه المرض عموما، وان انت تكون في العنايه المركزه ما بين الحياه والموت، والناس فاقدين الامل في ان انت تعيش. فده مديني شويه كده فايب زي كلب الهارم كلب الحبيب، ولكن مش متاكده اذا كان هيبقى بنفس السخريه ولا لا. ومن دار المدى جبت يوميات سيلفيا بلاث. دي اليوميات اللي كتبتها في اخر 12 سنه في حياتها قبل ما تقوم بالانتحار. واللي ما يعرفش سيلفيا بلاث هي شاعره وكاتبه امريكيه، من اشهر اعمالها هي ذا بيل جار او الناقوس الزجاجي. وفي اليوميات دي بتحكي سيلفيا بلاث عن حياتها بشكل حميمي جدا، وعن كتابتها لقصائدها الاخيره. يوميات بائع كتب الجزء الاول لشون بيثل. بيحكي الكتاب ده يوميات بائع كتب، بيتكلم فيها بقى عن تجاره الكتب وعن نوع الزباين اللي بتجيله والموظفين اللي بيشتغلوا معاه وعن رحلاته لشراء الكتب. ومتوقعه ان هيكون كتاب مميز ومسلي جدا الحقيقه. وبمناسبه الكتب المميزه والمسليه، متوقعه ان الكتاب ده برضه هيكون بنفس التميز والتسليه، لان هو بيتكلم عن كتاب بيرشحوا كتب. فدي نوع من الكتب انا بحبها جدا، واعتقد هيكون مناسب جدا 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 للناس اللي لسه بتبتدي في القراءه او بتتلمس طريقها في القراءه ومش عارفه تبتدي منين، او حتى للناس اللي بتعاني من فتور قراءه وعايزه ترجع تاني تقرا ومش عارفه تقرا ايه. الكتب دي بتكون خفيفه وانسبايرنج جدا، بيفكرني بكتاب عصير الكتب لعلاء الديب، وكمان كتاب ونس الكتب لمحمود عبد الشكور. حقيقي كانوا كتب مسليه وجميله جدا. مذكرات زوجة دستويفسكي. الكتاب ده احمد خطيبي رشحهولي وبيقول ان هو كتاب حلو جدا، ان هو سمع عنه كلام حلو جدا. ده كتبته زوجة دستويفسكي الثانيه أنا. وحقيقي انا حابه اعرف عن دستويفسكي وسمعت الكلام كويس عن الكتاب ده، فانا جبته لان انا حابه اعرف عن دستويفسكي وحابه اعرف ازاي مراته كانت بتشوفه، واحب اشوف وجهه النظر الانثويه عن دستويفسكي، لان احنا كلنا عارفين دستويفسكي على ان هو الروائي العظيم الكويس الشاطر كل الكلام الجميل ده، ولكن مش عارفين ممكن تكون مراته بتشوفه ازاي، او النساء في حياته ممكن يكونوا بيشوفوه ازاي. المرض كاستعارة لسوزان سونتاج. سوزان سونتاج كانت مريضة سرطان، وبتتكلم في الكتاب ده على ان الاساطير والكلام اللي بيحيط بامراض معينة تحديدا السرطان بتزود من معاناة المريض بيها. وهنا في الكتاب ده بتتكلم سوزان سونتاج عن السرطان على حقيقته كمرض. ناس كتير قوي بتتكلم عن الكتاب ده وبتقول ان هو من اكتر الكتابات الليبريتنج جدا لكاتبيها او لقارئيها كمان لو انت شخص بتعاني من مرض ما. ودي هتكون اول قراءة ليا لسوزان سونتاج، واتمنى ان يكون الترجمة العربي اسهل من النسخة الاصلية بالانجليزي، لان انا حاولت اقرأ انجليزي ما قدرتش اهضمه قوي، فاتمنى ان يكون الكتاب ده احسن شوية. صك المؤامرة لصلاح عيسى. الكتاب ده تم اخذه بالغصب من صاحبه، ويعني المفروض انا ارجعه كده بس حاضر. يعني الكتاب ده بيحكي قصة وعد بلفور، لكن صلاح عيسى بيحكي قصة الوعد ده على بشكل روائي على لسان اصحابه.
واصحابه، فمهتمه اعرف واشوف كتابه صلاح عيسى الروائيه ممكن تكون عامله ازاي. هو بيحكي التاريخ بشكل قصصي وبشكل روائي فعلا، بس بيكون مركز اكتر قوي على الفاكتس، ولكن لو هو بيحكي هنا الموضوع بشكل روائي تام فانا احب اشوف الكلام ده هيبقى عامل ازاي. بشكل شخصي انا بحب صلاح عيسى جدا، قرات له كتب مختلفه، قرات له افيون وبنادق، الموت في تشريفه الحليف الوطني، ومأساة مدام فهمي، رجال رايا وسكينه، ورجال مرج ضابط. ملفات السويس لمحمد حسنين هيكل. ملفات السويس ده الجزء الاول من 3 كتب كتبهم محمد حسنين هيكل عن حرب اكتوبر. اولا بملفات السويس، الانفجار، واخيرا سنوات الغليان. انا حاليا عندي الانفجار وملفات السويس. ملفات السويس هو الجزء الاول، بيتكلم فيه عن العدوان الثلاثي، وزي ما انتم شايفين يعني هيكل بيحب يسهب وبيحب يحكي كتير جدا. الكتاب ده لوحده خلينا نشوف 1000 صفحة، والانفجار برضو في حدود 1000 صفحة. اللي عجبني الحقيقي في كتابات هيكل ان هو بيحكي السياق وسياق السياق، وبيشرح كل حاجة ممكن تحيط بالموضوع ده من قريب او من بعيد، وبيحكي تاريخ قديم حتى ممكن للحظه تحس طب ايه العلاقه ده بده. كتابه في نفس الوقت مسليه، تحس ان انت قاعد مع شخص عمال بيرغي معاك فيس تو فيس كده. فهو كتابته حقيقي مسليه يعني، وبغض النظر عن موقفك انت الشخصي تجاه اسباب الحرب العالميه الثانيه. زي ما هو باين من اسمه كده بيتكلم عن الاسباب التي ادت الى الحرب العالميه الثانيه، ومكتوب في ظهر الكتاب ان هو مناسب جدا لطلاب التاريخ، ومناسب جدا للطلاب اللي بيدرسوا المرحله دي من العالم اصلا. وبيحكي هنا مسار اللي مشيت فيه الحرب بدايه من معاهده فرساي لغايه قيام الحرب. انا بحب اعرف اكتر عن الحرب العالميه الثانيه، يعني عندي اهتمام خاص بيها اصلا هي لوحدها. اي فيلم وثائقي، اي حاجه ليها علاقه بالحرب العالميه الثانيه، مقال او اي رؤيه نقديه بحب اقرا عنها. فيعني خلينا نشوف الكتاب ده هيقول ايه. والان اتكلم لخالد محي الدين. خالد محي الدين كان احد الضباط الاحرار واللي قاموا بالانقلاب على ملك فاروق، وهو مؤسس حزب التجمع المعارض، ودي المفروض المذكرات بتاعته. فانا احب اقرا اكتر عن مذكرات الضباط الاحرار واعرف هم الخلافات الداخليه بينهم كانت عامله ازاي، التعاملات ما بينهم كانت عامله ازاي، رؤيتهم مثلا لحاجات مختلفه زي 67 و73 كانت عامله ازاي. في نقطه ما كده قرر عبد الناصر اسكات جميع الضباط الاحرار اللي هم كانوا معارضين ليه او بتوجه فكري مختلف شويه عنه. فانا حابه اعرف اكتر عن الناس دي، لان خالد محي الدين كان له تفكير يساري، فحابه اعرف شويه عن الموضوع ده. واخيرا مشكلات الفلسفه لبرتراند راسل. الكتاب ده انا سمعت عنه من يوتيوبر اجنبي اسمه جاريد هندرسون، اتكلم فيه عن الفلسفه وبيقول ان ده انسب حاجه او انسب كتاب لاي شخص مبتدئ تماما في الفلسفه عايز يعرف عنها اي حاجه. فالكتاب ده المفروض ان هو بيتكلم عن المشكلات الاساسيه اللي بتقوم حواليها الفلسفه، وبيطرح الاسئله اللي بتتكرر واللي بيتناقش فيها كل الفلاسفه تقريبا. وبس كده، دي كانت مشترياتي من معرض الكتاب والكتب اللي كانت لي هديه. فانا سعيده جدا بالمعرض السنه دي، وسعيده جدا بالناس اللي اتعرفت عليها في المعرض، سعيده جدا بالناس اللي شافتني وعرفتني في المعرض. يا ريت تقولوا لي في الكومنتس تحت انتوا جبتوا ايه من معرض الكتاب، اذا كنتوا رحتوا ولا لا، ولو ما رحتوش ليه. ويا ريت تتابعوني على انستجرام نادين يسري، ما بقاش نادين's بوكشلف خلاص. عملنا تغيير كده بسيط في الاسم، وبحاول هنا مع يوتيوب ان انا اغير اسم الشانل من نادين's بوكشلف لنادين يسري، لان قررت ان انا مش هلزم نفسي بالكلام عن الكتب فقط. هل لقيت ان انا جوايا مواضيع وعندي مواضيع تانية عايزه اتكلم فيها بعيده شويه عن الكتب. بس كده، خلوني اشوفكم قريب في فيديو جديد. مع السلامه.